السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم؟ وحشتون. النهارده بقى قلنا نحل كده ونعمل حاجة حلوة بالنسبة يعني ان احنا في الشتاء. معايا 2 كيلو فراولة. قطعتهم قطع صغيرة كده بالطريقة دي. وايه هنعمل بقى؟ ايه احلى مربى فراولة، طعمها جميل وجنان والله العظيم احسن من اللي بتشتري من بره مليون مرة. واحط لكم في سر صغير بس بتحط عليها، بيخليها معاكي زي مدة صلاحية كده، بتعيش معاكي فترة. اهم حاجة تبقى ايه؟ تحفظها في التلاجة. معايا بصي، الاتنين كيلو فراولة دول احط عليهم مش كيلو سكر ولا حاجة يعني. دي كيس سكر مقفول اهو، هحوش منه شوية. يعني قولي هنحوش منه كمان كوباية سكر ولا حاجة. الكيلو دول كيلو. يتحط الاتنين كيلو فراولة عليهم كيلو سكر الا كوباية عصير. اللي شفت كوباية العصير مش كوباية شاي، كوباية كبيرة كده. هنا بقى ايه، ضربت شوية فراولة من اللي كانوا معانا وقمت حطاهم عليهم زي الصوص. هيبقى صوص كده بقى، هيخليها سايحة ونايحة ببعضها بقى وجميلة جدا. طبعا هي اما تغلي في رغاوي كده هتطلع على الوش، احاول اشيل اول باول. كل ما تطلع، طول ما هي بتغلي طبعا بتطلع الرغاوي دي كده، تشيليها. كل ما تقلبي هتطلع معاك الرغاوي دي عادي يعني، ده شيء طبيعي يعني. اسيبها بقى كده، لازم توطي النار عليها، ما تعليش النار عليها عشان ما تلطعش السكر يلطع منك، يغير لون الفراولة. شفتم كده بقى ايه؟ في مرحلة كده خلاص يعني، هي استوت خلاص خالص اهي. شوفي بتبقى عاملة زي التقلية المسبكة بالظبط. شفت الاخر لحظة بطلع لو عليها رغوة ولا اي حاجة. ده بقى السر، الليمونة، اعصروا الليمونة عليها. ما اقولكوش ايه، جميلة جدا. والطعم والله زي اللي بتشربه من بره. انا ملات البرطمان الكبير دون.